تعرف إن 90% من الناس اللي بتشتري موبايل من 10,000 ل20,000 اختار غلط؟ بص، في الفيديو ده أنا هحط قدامك 10 موبايلات في الفئة دي وأقول لك على أقوى 3 موبايلات فيهم، وال3 موبايلات دول أقول لك إيه اللي يناسبك حسب استخدامك. في الفيديو ده هتلاقي موبايلات قوية جدا والناس كلها بتتكلم عنها، بس للأسف مش هم الأقوى. منهم البوكو إكس 7 برو مثلا. في موبايلات تانية محدش بيتكلم عنها خالص وقوية جدا لدرجة إنك هتقول أصلا إزاي أنا معرفش الموبايلات دي. أول حاجة هنتكلم عنها، احنا هنقسم الفيديو ده ل3 اجزاء. اول جزء هنتكلم عن الموبايلات فلاج شيب قديمه لسه تستاهل ان انت تشتريها لحد دلوقتي 2026 واقوى من موبايلات كتير جديده. والجزء الثاني هنتكلم عن موبايلات ارقامها قويه جدا وكل الناس بتتكلم عنها بس للاسف منفوخه على الفاضي. والجزء الثالث هقول لك ايه افضل موبايل تشتريه، فخليك معايا للاخر صدقني يا صديقي مش هتندم. نبدا بقى باول حاجه معانا وهي موبايلات الفلاج شيب القديمه اللي لازم تبقى عارفها. اول موبايل وده مش فلاج شيب بس هو موبايل كان لازم اتكلم عنه، هو الشاومي 11 تي برو. الموبايل ده لحد دلوقتي قوي جدا ومش عارف الناس ازاي بتروح تشتري موبايلات جديده وسايبه وحش زي ده. شاشه هنا اموليد بتردد 120 هرتز، شاشه الوانها ممتازه، ومعالج هنا سناب دراجون 3 8 معالج قوي جدا جدا دلوقتي واقوى من المعالج اللي موجود في الانفينكس نوت 50 اس. كان بيشحن 120 واط وده رقم مرعب لحد دلوقتي 2026. ده الموبايل ده قوي جدا في الجيمز، بيشغل لعبه زي بابجي على 90 فريم ريت. بس خليني اكون صريح معاك، المعالج ده لازم تجيب له مبرد. ده طبيعي في اي موبايل عامه هتلعب عليه، اي موبايل هتلعب عليه هيسخن منك، فحاول تجيب مبرد عشان تستمتع وانت بتلعب اي جيمز. فبجد كان لازم يتحط معانا الموبايل ده في المقارنه دي، وسعره بيتراوح من 10,000 ل 12,000 وممكن تلاقيه بأقل من 10,000 عادي خالص. تاني موبايل معانا بقى وهو الشاومي 11، وده فعلا بقى الفلاج شيب الحقيقي. تقريبا نفس التجربة في الموبايلين ونفس البروسيسور اللي سناب دراجون 3 8 بس الشاشة هنا أكبر شوية وكيرف وأحسن بفرق واضح من الشاومي 11 تي برو. الشاشة هنا بجد هتبهرك، ومش بس الشاشة ده الكاميرا كمان بتاعت الموبايل ده قوية جدا وأحسن من موبايلات كتير دلوقتي لحد 20,000 جنيه مثلا. الماتيريال بتاعت الموبايل ده تحفة حرفيا، ظهر إزاز، فريم معدن وحاجات كده مش بتاعت الفئة دي اصلا. البطارية هنا اقل سنة بسيطة بس شغالة كويس جدا. فانت لو لقيت الشاومي 11 نظيف وسعره مظبوط صدقني الموبايل ده اقل ما يكون عليه تحفه وهيعجبك جدا. وده اختيار ذكي جدا واحسن من موبايلات كتير جديده دلوقتي بنفس السعر، وسعره بيتراوح من 10,000 لحد 13,000. تالت موبايل معانا وهو الشاومي 12 برو. ده بقى اقول اصغر في السن كان بالمواصفات اللي لسه متكلمين عنها، فما بالك بقى الجميل الكبير بتاعنا. الشاشه هنا ممتازه جدا، شاشه اموليد 120 هرتز قويه جدا لا تقل قوه عن الشاومي 11. والشاشه هنا برضو كيرف وكاميرا اقل ما يقال عليها تحفه، اكيد احسن من الشاومي 11 اللي لسه متكلمين عنه. الالوان هنا قويه جدا والتجربه فخمه في الايد وبريميوم جدا. هتحب الموبايل بجد من اول ما تمسكه في ايدك، تحس انك مش مصدق انك ماسك موبايل من الحلاوه اللي الموبايل ده فيه. بس بصراحه البطاريه هنا مش اقوى حاجه وسعره بيبدا من 13,000 لحد 16,000 جنيه. الرابع بقى موبايل معانا وهو تقريبا ناس كتير بتتكلم عنه لانه هو قوي جدا، هو السامسونج اس 22 بلس. سامسونج اس 22 بلس الاسم لوحده بتاعه كفيل يخليك تروح تشتري موبايل. افضل شاشه اصلا في كل الموبايلات اللي اتكلمنا عنها واللي لسه هنتكلم عنها دلوقتي. افضل موبايل بيصور فيديو كل اللي اتكلمنا عنهم، اقوى كاميرا في كل اللي اتكلمنا عنهم. سوفت وير سامسونج المعروف المستقر جدا، معالج سناب دراجون ال جين 1، يعني حتى لو هتلعب على الموبايل هتلعب وانت مرتاح. بس خلينا واضحين الموبايل ده مش معمول للجيمز، فانت لو جيمر فده مش اختيارك. في حاجات تانية بنفس الفئة اقوى في البروسيسور، ده مناسب اكتر للناس اللي عايزة التصوير واستخدام يومي والجيمز برضو. والله يعني الموبايل جامد اوي، وسعر موبايلنا بيلعب من 13,000 ل 16,000 جنيه نفس الشاومي 12. تعال بقى نتكلم عن الجزء الثاني وهو الموبايلات اللي كل الناس بتتكلم عنها ومنفوخة على الفاضي زي ما بنقول. الارقام بتاعت الموبايلات دي قوية جدا بس في الحقيقة للاسف في اقوى منهم في نفس الفئة. اول موبايل معانا هو البوكو اكس 6 برو. شاشة البوكو 6 برو قوية جدا بدقة 1.5K، تردد 120 هرتز من نوع اموليد. موبايل هنا الناس بتحبه جدا واداؤه ممتاز بفضل المعالج السفاح اللي جاي بيقدر من سيري 8300 الترا. اداؤه قوي وسعره مغري، بس الكاميرا هنا للاسف عادية والتجربة مش فلاج شيب خالص. الموبايل ده مش متكامل للاسف. تاني بقى موبايل واللي لازم ناس كتير واللي زي ما قلنا في اول فيديو البوكو اكس 7 برو. شاشة الموبايل هنا بدقة 1.5K برضه من نوع اموليد بتردد 120 هرتز. ده الموبايل قوي جدا وجايبه معالج دايمنسيتي 8400 الترا، وده معالج مش
حنين اطلاقا. ده معالج قوي جدا ومش طبيعي في الجيمز، حرفيا الموبايل ده ما ينفعش نقول ان هو ضعيف في الجيمز، لان هو قوي جدا جدا. يقدر يشغل لعبه زي بابجي على 120 فريم ريت بشكل ثابت، بس طبيعي برضه لازم مبرر زي بقيه الموبايلات. فهو اختيار كويس جدا، بس في اقوى منه، فده اللي خلاني حطيته مع الموبايلات المنفوخه على الفاضي. كانت بقى موبايل وهو الانفينكس جي تي 30 برو. شاشه الموبايل هنا سريعه جدا، شاشه اموليد 144 هرتز. ده موبايل اصلا جيمنج صريح، يقدر يشغل لعبه زي بابجي على 120 فريم بفضل المعالج السفاح دايمنسيتي 8350 الترا. اداء قوي جدا وتبريد احسن، وبسبب التبريد ده انت هتحس ان هو افضل من بقيه الموبايلات في الجيمز، ده لو انت مش بتستخدم مبرد على بقيه الموبايلات. بس التصوير هنا مش أولوية، فأنت لو بتحب التصوير أو عايز موبايل للتصوير فكر تاني، عشان دي أضعف كاميرا في كل المنافسين دول. تعال بقولك على 3 موبايلات الأقوى في كل الفئة دي، واللي هم رقم 1 فيهم هو الريلمي نيو 7. الريلمي نيو 7 موبايل متوازن جدا، شاشة حلوة بحجم 6.78 انش، شاشة 120 هرتز ال تي بي او اموليد بتنزل لحد 1 هرتز، شاشة قوية جدا. ده سبب بفضل المعالج السفاح اللي جاي بيه، وده اقوى من كل المعالجات اللي اتكلمنا عنها، اللي هو الدايمنسيتي 9800 بلس، وده معالج فلاج شيب اصلا تقريبا زي السناب دراجون ايجنسي دي بنفس القوه. يقدر يشغل لعبه زي ببجي 120 فريم مرتاح من غير ما تحس باي نقطه لاج. البطاريه هنا عندها 7000 ملي امبير وشحن سريع 80 واط، فهو اختيار ذكي جدا لو عايز موبايل اقوى من الاكس 7 برو وفي نفس الفئه السعريه. والموبايل ده اللي عايز حاجه تمشي معاه من غير ما يضحي اي حاجه بالموبايل. فالموبايل ده مفيش اي تضحيات فيه غير الماتيريال البلاستيك، وتقريبا دي مش تضحيات بالنسبه لبعض الناس، يقول لك انا بحب البلاستيك احسن من الازاز عادي يعني. وتاني موبايل معانا هو الريدمي تيربو 4 برو. موبايل قيمه حرفيا مقابل سعر، طريقه قويه جدا وعملاقه 7550 ملي امبير، شحن سريع 90 واط، شاشه 1.5K، تردد 120 هرتز، شاشه قويه جدا بحواف شبه منعدمه. تاخد من الموبايل ده استخدام يومي مريح جدا جدا، حتى في الالعاب هو قوي جدا بفضل المعالج اللي جايبين السناب دراجون 8 اس جن 4. يقدر برضه يشغل لعبه زي ببجي على 120 فريم مرتاح، كاميراته كويسه نوعا ما بتقدر الغرض، والموبايل ده هيعيش معاك سنين من غير وجع دماغ حرفيا. هو اختيار كويس جدا الريدمي تيرب 4 برو، وافضل من الموبايلات التانية اللي الناس بتتكلم عنها، وسعره عامل 19000 جنيه بالضريبه. تالت بقى موبايل معانا وهو الاقوى تقريبا من كل الموبايلات دي، هو الريلمي نيو 7 تيربو، وده بقى احسن صفقه في الفيديو كله. ده قوي جدا بفضل احدث معالج دايمنسيتي 9400 اي، يقدر يشغل لعبه زي بابجي على 120 فريم وانت مطمن، ولو نزل 144 هيشغلها لان الشاشه هنا 144 هرتز. بطاريه محترمه 7200 ملي امبير بيشحن 100 واط، شاشته زي ما قلنا 144 هرتز 6.8 انش، شاشه قويه جدا واستوعاب بيوصل لحد 6000 نتس. التجربه هنا مستقره جدا من ريلمي، وده الموبايل اللي فعلا لو معاك الميزانيه بتاعته ومتردد لازم تختاره وانت مطمن. تعالى بقى اقول لك على الفرق في كل الموبايلات اللي اتكلمنا عنها دي. بص احنا هنقسم الناس لثلاث انواع، الناس عايزه موبايل جيمز، وناس عايزه موبايل للتصوير، وناس عايزه موبايل متكامل. انت لو من الناس اللي عايزه موبايل للجيمز عندك اختيارين على حسب فلوسك. اول اختيار من 10000 ل 12000 هو المي 11 تي برو بفضل الشحن السريع ال 120 واط بتاعه، يقدر يشغلك لعبه زي بابجي على 90 فريم مثلا. لو هتقدر تزود عن كده فانت قدام اختيار التاني الريلمي نيو 7 تيربو، موبايل سفاح لو بابجي نزلت 144 هرتز هيدعمها عادي خالص. اما بقى لو انت من الناس اللي هي بتحب التصوير وعايزه موبايل للتصوير فانت عندك برضو خيارين، خيار من 10000 ل 12000 وهو المي 11. موبايل فخم جدا وكاميراته ما شاء الله عليها كويسه جدا جدا. والموبايل التاني اللي سعره من 13000 16000 هو الاس 22 بلس، ده حرفيا اقوى كاميرا في كل الموبايلات اللي اتكلمنا عنها، وسعره من 13 ل 16 زي ما قلنا. اما انت بقى لو من النوع الثالث اللي عايز موبايل متكامل الى حد ما، فانت عندك هنا 3 اختيارات. اول اختيار الاس 22 بلس برضه، والاختيار الثاني هيكون الشاومي 12 برو، هو قريب جدا من الاس 22 بلس، كاميراته كويسه جدا بس اقل شويه. النيو 7 تيربو موبايل بجد وحش. انزل تحت قول لي في الكومنت انت استخدامك ايه، وانا اقول لك هتختار ايه بالظبط في رينج الفلوس اللي معاك. ولو عايز الفئه اللي فوق ال 20000 جنيه عرفني في الكومنت، هنعمل عنها فيديو قريب باذن الله. وبس كده، لو الفيديو فادك لايك وسبسكرايب عشان يجي اكتر.